اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا. دلوقتي يعني احنا هل يعني الحكم باخلاء سبيل مبارك النهارده كان مفاجئ بالنسبه للنيابه، ولا النيابه كانت جاهزه ببدائل مختلفه لملاحقه هذا الرجل الذي يحاكم باسم الثوره وضد الثوره وبتهم قتل المتظاهرين اللي طلع فيها براءه دي؟ يعني هل المطلوب الان انه هنعمل صحيح القانون في اي قضايا تانية لاحقه، ولا هتطلع قضايا تانية لمبارك كل شويه؟ لا يا فندم، طبعا هو بالنسبه لقرار المحكمه باخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فده كان امر حتمي، لان قانون الاجراءات الجنائيه نظم مواعيد معينه للحبس الاحتياطي وجعل المده القصوى لها في ظل هذه الواقعه بالذات، لان العقوبه فيها اما المؤبد او الاعدام. المده القصوى هي سنتين. وهو قد صدر قرار حبسه احتياطيا في 12/4/2011، وبالتالي فان مده السنتين تكون قد انقضت، ولزمن على المحكمه ان تقرر اخلاء سبيله، لانها ان لم تخلي سبيله فانها تكون قد خالفت القانون. والنيابه العامه اليوم وقفت في المحكمه، وانا كنت الحاضر فيها، وطلبت وفوضت الراي للمحكمه في تطبيق صحيح القانون بشان قانون الاجراءات الجنائيه. تمام. واوضحت ان مده السنتين قد انتهت فعليا. تمام. يعني الامر مش مفاجئ. لا، الامر مش مفاجئ. طيب سياده المستشار، هل سمعت او بتسمع من اللي حوالين سيادتك، يعني من الناس بيتكلموك، مواطنين بيشوفوا حضرتك، اللي هو فكره ايه؟ لا النيابه مش ممكن تخرجه، ده كل ما هيطلع براءه من قضيه هيلاقوا له حاجه ثانيه. هل بتسمع هذا النوع من الخطاب؟ لا يا فندم، انا ما بسمعوش، بس غير يعني من في بعض الاحوال يعني، وعلى شاشات القنوات يعني، لكن بس الاصدقاء او هو في التلفزيون بصراحه انا بسمع الكلام ده. ولكن انا اقول لسعادتك الموضوع الحقيقي ان محمد حسني مبارك محبوس في تاريخ سابق على هذا التاريخ من حوالي 4-5 شهور، ان هو ساعتك في اتحبس في كذا غير مشروع في شهر 12، واتحبس في قضيه الاموال العامه